لم يتبق سوى 90 يوما لدخول لوسيانو فييتو نجم الهلال الفترة الحرة في عقده مع النادي، والذي سينتهي في أكتوبر القادم. فييتو كان محكوما عليه بالرحيل عن الهلال، لكن مستواه المبهر في كأس العالم للأندية غير من حظوظه تماما، وأصبح خيار بقائه مطروحا على الطاولة. صحيفة عكاظ السعودية أوضحت أن الإدارة الزرقاء ستتخذ قرارها خلال 90 يوما القادمة ببيع عقد اللاعب أو رحيله بنهايته أو التجديد له. أفاد الناقد الرياضي حمد الصويلحي أن سلمان الفرج نجم وسط الهلال سيكون جاهزا لخوض مباراة فريقه أمام شباب الأهلي الإماراتي في دور 16 من دوري أبطال آسيا. وأوضح الصويلحي خلال تصريحات متلفزة أن تواجد اللاعب في دوري أبطال آسيا هو المتوقع حسب البرنامج العلاجي المخصص له. الرياضية الفرج يرد على منتقديه: لا أهتم بكم، صحيفة الرياضية. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.